من عجينة واحدة رح حضر لكم أطيب كعك مالح مقرمش ب3 نكهات مختلفة، مقرمشين ودايبين ذوبان وريحتهم بتشهي القلب. ورح قلكن على السر يلي بيخلي العجينة تقرمش بعد الخبز. لايك للفيديو وتعالوا مع بعض لنحضر أطيب كعك مالح. لجهز العجينة بحتاج 3 أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات. طبعا الطحين لازم نخلوه حتى أتأكد إنه ما في أي شوائب. ورح أضيف له 2 معلقة كبار مليانين من النشا، طبعا النشا ليعطي قرمشة للعجينة. كمان 1 معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، كمان معلقة صغيرة من الخميرة. بعمل لهم تحريكة خفيفة حتى أتأكد إنه كل المكونات اختلطوا مع بعض. برجع بضيف نص كوب من زيت الزيتون، فيكن تستبدلوه بالزيت النباتي أو تخلطوا زيت زيتون مع زيت نباتي. بفركن منيح مع بعض بهالشكل حتى أتأكد إنه كل الطحين تغلف بالزيت. هالحركة مهمة حتى تعطيني هشاشة وقرمشة للعجينة بعد ما أخبزها. بس أتأكد إنه تغلفوا منيح بالزيت رح أبلش ضيف المي. بحتاج كوب من المي رح أضيفه على دفعات، طبعا كمية المي بتختلف حسب نوع الطحين اللي عم تستخدموه. رح أبلش أعجن بالعجينة، بس لاقيها محتاجة مي رح أضيف لها شوي شوي. لازم أعجنها كتير منيح حتى تصير ناعمة وما بتلزق بالإيد. بس صارت بهالشكل رح أقسم العجينة لنصين. أول قسم من العجينة رح أحطله 2 معلقة كبار من الزعتر يلي بنستخدمه بالأكل، ورح أضيف له 2 معلقة كبار من الزيت. وبلش بعجنها مرة تانية حتى تتشرب كل الزعتر يلي ضفته. شوفوا كيف صارت العجينة ناعمة وما بتلزق. بالجاط يلي بدي خمرها فيه رح أحط فيه شوية زيت زيتون وبغلف العجينة بالزيت وبتركها ترتاح ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. القسم الثاني من العجينة كمان رح أغلفه بالزيت واتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمه. رح بلش أول شي بعجينة الزعتر. برش شوية طحين على مفرش السيليكون وباخد العجينة بعد ما اختمرت وبرش عليها شوية طحين حتى ما تلزق. بلش بفردها بالشوبك حتى تصير سماكتها رقيقة. بعد ما فردتها رح أظبط لها شكلها لتصير مستطيل. بلم باقي العجين وبرجع بشتغل فيه مرة تانية. رح أدهن سطح العجينة بزيت الزيتون. برش عليها الزعتر. بهالطريقة رح يلزق عليها الزعتر وما رح يقع عنها. برجع بكبسهم بإيدي حتى أتأكد إنه لزقوا منيح. وببلش بقطعها بهالشكل. رح أقطعها لأصابع صغيرة، بحاول ما خليها تخينة. باخد كل قطعة وبلفها بهالشكل. تشكيل هون اختياري، فيكن تشكلوها مثل ما انتو بتحبوا. رح حطهم بصينية الفرن فرشتها ورق زبدة. برتبهم ليكونوا قراب من بعض، ما رح خلي مسافة بينهم. العجينة التانية رح أقسمها لنصين.
باخد أول نص وبلش بفرده بالشوبك حتى تصير سماكته رقيقة. رح استعمل القطاعة المربعة وقطعها بهالشكل. تقطيع هون اختياري، قطعوها بالشكل يلي بتحبوه. رح ألم باقي العجينة وخليها على جنب لأرجع أشتغل فيها مرة تانية. بدهن القطع بالحليب وبرش عليهم السمسم المحمص، بكبسهم بإيدي شوي حتى يلزق السمسم منيح. رح أرتبهم بصينية الفرن، ما رح خلي مسافة بينهم أبدا لأنه هاي العجينة ما بتنفش. بعودة صغيرة رح أعمل بكل قطعة ثقوب، هيك بضمن إنه العجينة ما رح تنفش وقت ما أخبزها. للعجينة التانية رح أعملها خلطة كتير طيبة. معلقتين من الكشك المطحون، رح أضيف لهم نص معلقة من البصل البودرة ومعلقة من البابريكا ونص معلقة من الثوم البودرة. بحركهم مع بعض وهيك صارت الخلطة جاهزة. باخد آخر قسم من العجين وبفرده لحتى تكون سماكته رقيقة. رح أدهن سطح العجينة بالحليب. برجع برش عليها من الخلطة اللي جهزتها، ريحتها كتير طيبة. بكبسها بإيدي شوي حتى تلزق على العجينة. رح أقطعها على شكل دوائر صغيرة. ورح أرتب القطع بصينية الفرن. إذا ما كان متوفر ورق الزبدة فيكن تدهنوا صواني الفرن بدهنة خفيفة من الزيت. برجع كل قطعة من العجينة بعملها ثقوب صغيرة. خبز رح يكون بفرن محمى من قبل على حرارة وسط. رح حطهم بالرف الوسط، النار من تحت بس أول شي. بس لقيهن أخدوا لون حلو رح شغل الشواية وحمرهم من فوق، وهيك رح تاكلوا أطيب كعك مالح ريحته بتشهي القلب. مقرمش وهش فيكن تاكلوه مع اللبنة أو الحمص بطحينية. وجبة خفيفة وكتير طيبة، لازم تجربوها ورح تعتمدوها أكيد. ما تنسوني من دعمكم بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد.